الاجر عامل يعني انهي اعلى من التاني؟ يعني انت دلوقتي لو انا جيت قلت لك فيلم مسلسل اهم هيتصوروا في نفس الوقت، فاختار واحد والاتنين جامدين قوي، هختار الفيلم ليه؟ عشان السينما هي الاساس بالنسبه لي او عامه يعني. وانا كمان في الافلام ما عندش غير 3 افلام، هختار الفيلم. كده كده الاجر واحد، هو بتتحاسب اسبوعيا. اه لا بس الاجر مش واحد، الاجر مش واحد لان يعني عدد التوتال في الايام الاخر التوتال مسلسل اكتر، مختلف، التوتال بس انت مختلف. في الاسبوع بتاخد نفس الرقم جو بياخد كذا في اه الاسبوع، خلصت. بالظبط. بس بيشتغل المسلسل بقى تصوير اسابيع اكتر. اسابيع اكتر بس. فبياخد توتال فهي اكتر. ما بتتحسبش كده طول الوقت الا لو مضطر. طب والاعلانات اخبارها ايه؟ الاعلانات باليوم. فالاجر في الدراما والسينما زي بعضه، اللي هو أكتر. 5 ايام ولا 6 ايام؟ 6 6 ايام صح؟ الاسبوع 6 ايام. كام ساعه بقى قانونيا؟ المفروض ده 12 ساعه بكل حاجه. والاجر بتاع الاعلان بيبقى يومي باليوم. اكيد الاعلان اعلى بكتير، اعلى صح؟ شويه مش بكتير. شوية؟ مش بكتير ايه ده، شويه. انا بسمع عن انا الاعلانات دي اسمع هي دي. برضو كل اللي في المجال يقول لك اعلانات. ايوه طبعا اعلى، بس لا يعني بس سمعت ان هو اعلى كتير خلص. يعني اقل من الدبل. اعلى اوكي. كتير. لو حسبتها على الايام، انت مش هتعمل في السنه عدد ايام الاعلانات اللي هتعملها في فيلم او مسلسل. لو بتعمل مسلسل 90 100 يوم تصوير، مش هتعمل. لو انت بتشتغل في الاعلانات مش هتعمل زيهم اعلانات.